يا مناتي، انا عايزه اغير ستايلي من غير ما اغير ستايلي. دي كانت رساله زبونه من زباين المتجر، مش اول مره تطلب فيها اوردر من عندنا. بصراحه اول لما قالت لي كده جبت لها البوكسين دولت وقلت بس مفيش غير قسم الاكسسوارات اللي هيفيدنا. بصراحه الاكسسوارات بتنقل اي اوتفيت في حته تانية خالص، فقررنا مع بعض اللي احنا نجيب لها ساعه، فجبت لها كده البوكس بتاع الساعات، وجبت لها بوكس عشان احط لها فيه الاكسسوارات. وهنا كنا بنجرب مع بعض يعني اكسسوارات مناسبه لذوقها. اول حاجه بالنسبه للساعات قررنا اللي هي تاخد الساعه الكاسيو اللي المينا بتاعتها سودا وبتيجي باللون المعدن الجولد. بصوا ما شاء الله زي ما انتوا شايفين يا جماعه، شكلها شيك قوي قوي. وفي اللبس دي حوار على فكره، خلي بالكم هي طبعا الساعه ديت ميكس، يعني تنفع عادي برضو للشباب وللبنات. وكده حطيتها لها في العلبه. تتفقوا معايا يا جماعه ان الساعه ديت هتبقى هديه شيك بس كده لوحدها لو عايزين تجيبوا هديه. المهم تعالوا بقى نشوف في قسم الاكسسوارات نفسه اخدت ايه. بصوا اول حاجه اخترنا اللي احنا ناخد كوليكشن كده جديد من السلاسل يتضاف مع المجموعه بتاعتها. فاستغلينا العروض اللي نازله حاليا، اي سلسله من دولت نازله بسعر 100 جنيه بس. فاخدت اللي بتكون على شكل قلب وفيها كده اهوت برواز حواليها باللون الجولد، واخدت اللي فيها ورده، واخدت كمان الورده الكبيره. اي قطعه من دولت ب 100 جنيه، وطبعا كلهم ستانلس مش بيغيروا لون. اما بقى في الخواتم فخدنا كوليكشن رهيب من الخواتم. اول حاجه اخدت الختمين دولت، هما بيكونوا ميكس الجولد مع السيلفر مع بعض، وبيجوا على شكل كده هوت ورق شجر. طبعا الاتنين ممكن تلبسوهم في نفس الايد، يعني حاسه ماتشنج قوي، او ممكن تلبسوا واحد في صباع وواحد في صباع تاني، وبجد نازلين بسعر رخيص موت. طبعا ستانلس مش بيغيروا لون خالص. وفي الخواتم بقى الملونه اخدت الاتنين دولت بالشكل الرمادي او باللون الرمادي اقصد. اكتبوا لي حبيتوا اني احلى ده ولا ده. بصراحه الاتنين احلى من بعض جماعه، بجد مش قادره اقاوم. ايه الحلاوه دي، انا اول مره اخد بالي الخاتم البينك او الفوشيا ده رهيب بالشكل ده، بفكر اخد منه بجد، عجبني قوي في ايدي. وطبعا اخدت كمان خاتم تاني اللي هو المموج ده باللون الابيض ده، انا واخدالي منه اصلا.